السلام عليكم متابعينا الكرام، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ذكر التفاصيل لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. وهيا نبدأ. أكدت تقارير إعلامية إنجليزية بأنه تم تشخيص معاناة الدولي المغربي نصير مزراوي بخلل في انتظام ضربات القلب قد يغيبه عن الملاعب لمدة تصل إلى شهرين. وبحسب ذات التقارير فإن نصير سيعود للتدريب بعد 4 أسابيع بعدما يخضع لتصحيح ضربات القلب حتى يتمكن من مواصلة نشاطه الكروي بشكل عادي. الجدير بالذكر أن الناخب الوطني اضطر للاستعانة بخدمات يوسف بالعمري لاعب الرجاء الرياضي بعد أن تعذر مشاركة مزراوي في المعسكر التدريبي الحالي الذي تخوضه كتيبة وليد الركراكي استعدادا لمواجهة إفريقيا الوسطى السبت القادم. رغم أن الجامعة الفرنسية لكرة القدم حرصت على ضم موهبة ليل أيوب بوعدي صاحب 17 عاما فقط لصفوف صغار الديك المقبلين على مواجهة شبان المغرب في مباراتين وديتين، إلا أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعن طريق كشافها بفرنسا ومسؤول جامعي باريس الجامعة لا تريد الضغط كثيرا على بوعدي وإظهار أنه النجم المنتظر بعرين أسود الأطلس، وستتعامل مع ملفه بحسب مصادر المنتخب. كباقي الملفات ففي حال أظهر أيوب حماسا للعب مع الفريق الوطني مثل زميله السابق أسامة الصحراوي لن يتم التردد في دعوته، وإن أراد اللاعب اختيار فرنسا سيكون حرا في ذلك. وسيواصل الركراكي تتبع ملف بوعدي خاصة وأن المنتخب المغربي سيكون بحاجة لعدة مواهب في الفترة المقبلة عندما يدخل مرحلة الحسم باستضافة نهائيات كأس إفريقيا 2025. في تصريح للموهبة المغربية الجديدة رضا بالحيان لاعب وسط ميدان نادي هيلاس فيرونا الإيطالي لموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قال أن خبر دعوته للمنتخب الوطني توصل به من والده. وأوضح بالحيان قائلا: لقد توصلت بخبر دعوتي للمنتخب من طرف والدي في الوقت الذي كنت متواجدا مع فريقي هيلاس فيرونا. وتابع بالحيان: توصلت أيضا بمكالمة هاتفية من طرف وليد الركراكي هنأني من خلالها على البداية التي بصمت عليها مع فريقي، ثم شرح لي طريقة اللعب والتدريبات عبر شريط فيديو. لقد أصبح كل شيء واضح. وأضاف: عندما حللت بالمعسكر استقبلني زملائي اللاعبين بحفاوة كبيرة وأشكرهم على ذلك. في الحقيقة أن قميص المنتخب هو مصدر فخر بالنسبة لي، وسأعمل كل ما في وسعي من أجل إسعاد الجماهير المغربية. من المقرر أن يغادر الدولي الشاب آدم أزنو فريقه بايرن ميونخ على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية شهر يناير المقبل، ويعول النادي البافاري بشكل كبير على الموهبة المغربية مستقبلا. لكن اللاعب الشاب لا يملك فرصة للعب مع الفريق الأول بسبب المنافسة القوية على مركزه، لذلك قررت إدارة النادي إرساله لفريق آخر على سبيل الإعارة حتى يتمكن من اكتساب المزيد من الخبرة. ووفقا لتقارير إعلامية ألمانية فإن أزنو سيلتحق بنادي FC كولونيا ضمن القسم الألماني الثاني خلال سوق الانتقالات القادم، حيث سيلعب هناك لبقية الموسم. لا حديث بين جماهير فنربخشة حاليا سوى عن يوسف النصيري الذي أبدى رغبته في الرحيل وفق تقارير إعلامية تركية وإسبانية. وهناك انقسام جماهيري بين مؤيد ومعارض لما أبداه الدولي المغربي الذي التحق مؤخرا بصفوف المنتخب الوطني للمشاركة في مباراتي إفريقيا الوسطى عن تصفية كأس الأمم القارية. الخبر صدم كثيرين في تركيا على اعتبار أن النصيري لم يمكث في صفوف فنربخشة إلى غاية اليوم سوى 2.5 شهر ولم يشارك سوى في 11 مباراة حتى الآن. ويبدو أن الضغوطات وانتقادات جماهير وصحافة تركيا على حد سواء دفعت بالدولي المغربي إلى التعبير عن رغبته في الرحيل. ويتعرض النصيري لانتقادات كبيرة في فنربخشة لكونه لم يستطع أن يسجل حتى الآن سوى هدفا واحدا، مع العلم أن الجماهير التركية تنتظر منه الكثير على اعتبار أنه الصفقة الأغلى هذا الموسم في البطولة التركية. وتؤكد مصادر مقربة من فنربخشة وفق الصحافة التركية أنه ليس من السهل على النصيري المغادرة بالنظر إلى الرسوم العالية التي تم دفعها من أجل التعاقد معه. إبراهيم دياز يتحضر لكلاسيكو الليغا بالبرنابيو. الأمور كلها تسير في هذا الاتجاه
الاتجاه، وهو سعي المغرب دياز للحاق بمباراة الكلاسيكو نهاية الشهر الحالي أمام الغريم برشلونة بمشيئة الله تعالى على ملعب البرنابيو، لتكون إطلالته الأولى بعد العودة من الإصابة، ومستحيل تصور عودته قبل هذه المباراة، بالرغم من أن أنشيلوتي بدوره يريد خصيصا لهذا النزال لتعزيز الخيارات الهجومية للميرينغي أمام الغريم التقليدي وسط مواكبة دقيقة جدا لهذا التحضير. وصلنا إلى نهاية الفيديو، نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.